عندي فرح وبسرعة مش بقالي كتير قوي ما بعملش حاجة ومش مهتمة ببشرتي. وعندي مشاكل كتير قوي ببشرتي، حبوب وتصبغات وحاجات كتير قوي في البشرة، طبعا حتى ميك اب. هشيله وهعمل معاكم الروتين كله. بس البيضة دي هعمل احلى ماسكين، يعني ماسكين تحفة جدا. هنضف بشرتي واشيل الشعر وهعمل كل حاجة. يلا قبل ما نبدأ، حطي لايك وتابعيني لو مش متابعيني عشان تشوفي كل فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا. جبت الطبق كده وهفصل الصفار على البياض، ومش هرمي اي حاجه لاني هاخد الاتنين هستعملهم. هكسر البيضه كده وهاخد البياض. دي الوصفه بتاعت البياض، في وصفه للصفار وفي وصفه للبياض، فانا هكسرها كده. بصوا اهو، هفصله كده بالشكل ده اهو، بالراحه خالص عشان انا مش عايزه الصفار هعمل بيه وصفه تانية اهي. وعلى فكره الوصفه ملهاش اي ريحه ولا ليها اي حاجه، يعني ما تتضايقيش، مش هتتضايقي منها خالص. وصفه تجنن. ماشي، دي عايزه الصفار اهو كده جوه، وانا كده خدت البياض تمام. هفصله وهضيف عليه حاجه كمان عشان خاطر اعمل احلى ماسكين لبشرتي. ودي الصفار اهو، خلاص كده انا خدته. سهله قوي. تمام. هضيف هنا مكون وهنا مكون، بس اهم حاجه ان انتي الماسك بتاع بياض البيض مش هينفع تتكلمي خالص وانتي حاطاه على بشرتك. الماسك ده عادي جدا هتقدري تتكلمي، بس خدي بالك ان ماسك بياض البيض بيديكي تفتيح